بقول لها يا ست انت واقفه بايه؟ قالت لي لقيت طابور، رحت وقفت في الطابور. طب بيعملوا ايه في الطابور ده؟ قالت لي مش عارفه. ساعات بنروح لربنا في الطابور انا مش شايف حاجه، بس الناس بيعملوا وانا بعمل. الناس بتصلي اصلي، الناس بتصوم نصوم، لكنها مش علاقه. يقينا اي واحده منكم، اي حد من حضراتكم ليه علاقه بربنا مختلف تماما. عندما تحدث حتى المشاكل في البيت هو بيهندلها بطريقه تانية خالص مختلفه. الشخص اللي بيعرف ربنا عنده طريقه للحلول مختلفه. مش ممكن ابدا ان اولاد الله بيشبهوا اولاد الناس في هذا الامر. بحس انه في الزمن اللي احنا عايشين فيه اكبر معركه في الدنيا انك يعني ان الاسره تفضل زي ما هي بسلام الى بار الامان، الى ينتقل افراد الاسره دي. لكن هذه الاسره المحاربه من عدو الخير، وعدو الخير مسلط كل سهامه على الاسره. وللاسف يعني هدي مثال، ممكن نتخانق في ليله عيد على حاجات ملهاش لازمه، ونبوظ العيد عشان فكرة، عشان موضوع، عشان زيارة، عشان أكل، عشان ولا تدري الأخت والأخ إن بوظوا عيد كامل عشان حاجة هايفة. صح؟ وما أكثر وما أكثر إيه؟ سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع اصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا ان احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد آمين. هقرا مع حضراتكم جزء من سفر راعوث. سفر راعوث إصحاح 2. فقال بوعز لراعوث: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي من ها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان ألا يمسوك؟ وإذ عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي منها مما استقاه الغلمان. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وصرت إلى شعب لم تعرفي من قبل، ليكافئ الرب عملك، وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز عند وقت الأكل: تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل، مجدا للثالوث القدوس إلهنا. كلنا نعرف القصة بتاعت بوعز وراعوث، وقصة مشبعة جدا. هم 4 إصحاحات أنا قعدت فيهم يمكن 40 محاضرة. تستغربوا إن اللي أنا قلته ده، يمكن النص اللي أنا قلته ده خدته في 6 محاضرات. طبعا يعني مفيش وقت للكلام ده دلوقتي، أيامنا اللي احنا فيها الوعظة دي كوي وخلاص. بس كانت الوعظة ساعة، يعني لو احنا اعتبرنا 40 ساعة في السفر فمش لاقيين الزباين بتوع زمان اللي بيسمعوا الوعظات الطويلة دي. لكن ما يشد قلبي انه هذه المرأة راعوث بيقول لها: انت سبت اهلك وابوك وامك وجيتي عشان تحتمي في اله اسرائيل، وتحتمي في واحد اسمه ابو العز بوعز. ولكن الناس مش مقدرة ده، مش مقدرة اللي عملته راعوث. لكن بوعز يقدر، يقول لها: فليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا. ربنا يكافئ العمل. إذا كانت الزوجة أو الزوج اللي احتمى تحت أجنحة إله إسرائيل وكمل العمل
قال لها إنه ربنا مش ناسي اللي أنت عملتيه، وكمان قالت له كلام جميل اللي مش بنسمعه دلوقتي. قالت له إيه؟ لأنك عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست كواحدة من جواريك. أنت قلت لي كلام حلو. أحب، أنا متألم جدا من موضوع الزواج. بشكر الله أن أنا مش متجوز، بس أنا متألم جدا، لأنه بشعر بالمشقة وقلبي بيعتصر ألم، وبحس قد إيه المشروع ده يعني الناس عمال تقول فاشل. أنا هقول كلام حلو، يعني أنتوا ادوني فرصة أن أنا أقول كلام حلو. أعظم مشروع ربنا عمله، وربنا بقول هو اللي اخترعه مش البشر، وربنا اللي عمل زي ما بقول في محاضرات كتير أول إكليل الله عمله. زي ما بتشوفوا الأب جايب بنته وبيديها للعريس، عمل كده ربنا، يقول أحضرها إلى آدم. ربنا اللي جاب حواء لآدم، ده مشروع ربنا مش بتاعنا. عشان كده متضايق جدا الشيطان، ركزي معايا وركز معايا، الشيطان متضايق جدا من المشروع ده ويريد كل يوم إفساده، بس للأسف يقول لك أصل هي كده. ما يعرفش إن في مرات عدو الخير اللي وقف ضد هذا المشروع. المشروع ده أصبح من معضلات الزمن، واللي منكم مجوزة ابنها ولا مجوزة بنتها تبقى حاطة ايديها على قلبها، يا رب بس يكملوا على خير وسلام ويعيشوا حياتهم. وكأن احنا في معركة شديدة ما كانتش موجودة من 30-40 سنة. بكلم الناس اللي سنهم يعني متقدم، كان الناس عايشة وخلاص بتكمل حياتها، وبتكمل حياتها مرات بمشقة، بتعب، بجهاد، مرات أقول حتى بتعدي من أحد الطرفين، لكن بيكملوا الحياة. لكن دلوقتي احنا مش لاقيين الموديل ده خالص، وكأننا احنا في زمن جديد، والزمن قلب وابتدى زمن جديد ومش عارفين نتعامل معاه. واحد من الكتاب كتب كتاب أجنبي يعني، وبعدين عجبني الفكرة بتاعت الكتاب ده. بيقول ايه؟ بيقول أصل أنا لقيت واحدة بعلمها لغة كانت خيبانة كده يعني، مدرس، فقال لها طب خلاص تعالي أنا أعلمك بقى اللغة دي. فبقى يجيبها البيت ويعتني بيها ويلبسها لبس شيك لغاية ما البنت دي بقت أميرة وبقت تتكلم اللغة بطلاقة، والبنت دي أصبحت من المعروفات. فما لقاها شيك وشيكت نفسها واللغة عندها بقى كويسة، راحت تقدم لأبوها وأمها وارتبط بيها. بعد 1-2 سنة 2 حصل خلافات، فكان عنده صاحبه لصيقه قبل الجواز قال له كده، بقول له لو أنا نسيت عيد ميلادك تزعل مني؟ قال له لا، أنا عارف إنك مشغول. قال له طب هي بتزعل ليه؟ قال له طيب لو أنا اتأخرت في مكان ورحت مكان وتعشيت فيه وحتى كنت مديك ميعاد هتزعل؟ قال له لا مش هزعل، أقول إنك مشغول وارتبط. قال طب هي بتزعل ليه؟ وقارن، ركزوا معايا، بين صاحبه وبين مراته. طبعا مراته خدت اصفار كتيرة، هو مش فاهم الجواز طبعا كويس يعني، مش جاي مع اصحاب القصة، لكن هي على طول على مستوى الزعال وعلى مستوى الخصام، على طول متخاصمين وكأننا قاعدين فقط للخصام. بقول القصة دي ليه؟ عشان كل مشاكلنا تتلخص في القصة اللي أنا قلتها دي. الزواج يا أحبة، أنا أقول كلام حلو، بقول تملي اللي مش متجوزين يقولوا أحلى كلام عن الجواز، فأنا هقول كلام حلو يعني. الزواج ده أكبر مكان لتطوير الإنسان من وجهة نظري أنا. يعني عايز واحد يتقدم حتى في حياته الروحية، خليه متجوز. طب تقول إزاي هتقدم في حياته الروحية؟ أقول لك لا، أصل الجواز ده شاق جدا للغاية، وهواش بالأمر السهل ده. كل يوم هيركع قدام ربنا، يا رب ساعدني وانقذني وسهل الأمور.
فالزواج أكبر مطور، لدرجة إن الحكيم سليمان بيقول أن الحديد بالحديد يحدد والرجل يحدد وجه صاحبه. يعني أنا أشكل فيك وأنت تشكل فيا، إحنا جنب بعض نطور بعض. أديكم مثال، واحد مثلا كان يعني في الجواز، في بداية جوازه يحب يرغي كتير، أيا كان الطرفين، يعني ممكن تلاقي برضو راجل بيرغي، يعني بيتكلم كتير، وواحدة يتجوزها هادية يعني، وده نادر يعني، فيتجوزها وبعد شوية الراجل اللي بيتكلم كتير بقي هادي شوية. ايه اللي حصل؟ حصل تطوير. طب انا عايش لوحدي، هفضل انا ارغي لوحدي. فالزواج احب اكبر معلم ومطور، وربما احنا بعض صفاتنا اتغيرت واتظبطت عشان اتجوزنا. اديك مثال، اما الناس بتبقوا الولاد اما تروح اوضه عزاب ولاد ذكور، بتلاقي الاوضه بتاعتهم شكلها ايه؟ الشراب فوق اللي معرفش ايه، والشوز فوق الحله، والحاجات غريبه. العيال اللي هم الولاد اول ما يتجوز يعني كل حاجه في مكانها، احسن له ويراعي، وممكن هي تصوت تزعق تعمل، صح؟ مش كنت بتعملي كده؟ واحده بتقول لي فده اكبر مطور. كيف نطور شاب مش ملتزم حتى في الترتيب الزمني؟ قول له جوزه. ده صدقوني الجواز ده اكبر معلم. مرات الشباب اللي يتمرد ويبقى عنيد اول ما يتجوز، بشوفهم الرجال يقعد ساكت خالص، بطل تمرد. فالجواز عايز تظبط حد، صدقني اسهل حاجه تعمل ايه؟ تجوزه. فالزواج اكبر مطور، صدقوني. صفات عندك خدتيها من شريك الحياه، وانت كمان حضرتك اتغيرت بسبب شريك الحياه. تاني حاجه، الزواج مهم لانه دي البيئه الحاضنه للاطفال. الطفل بيتولد احبه ولازم يتشال، بتولد ولازم حد يغير له، بتولد وحد ياكله. طب عفوا المعزه تتولد مش محدش بيشيلها، الفيل بيتولد محدش بيشيله، بيمشي في الارض وخلاص. لكن انت ابنك ولا بنتك بتشيليه، بيعيط، صح؟ فالانسان اتوجد، الله خلقه عشان يتحضن، عشان يبقى فيه بيئه حاضنه ليه. فساعات كتير قوي من الناس مش فاهمه ده، يقول لك الواد يتربى زي ما يتربى. لا يا عزيزي، عايز بيئه حاضنه، والبيئه الحاضنه ما كانتش كويسه تطلعه اشرس من الشراسه. وهكذا بيحدث مع ناس كتيره جدا جدا. فالزواج هو بيئه حاضنه للاولاد. ان رايتوا اولاد عندهم اخلاق شويه متدنيه، برجع تاني للاسره مش للكنيسه. الزواج، البيت، سبب البيت. دي الام الشاطره تقول له يا حبيبي انا بسمع منك لفظ مش كويس، محدش يعلي صوته في البيت، محدش يتكلم. بيئه حاضنه لتربيه الاولاد ونجعل منهم عظماء. ده البيت، ده الزواج. طب ما رايكم بقى انه في ناس، عارفين الناس اللي بيقول لك ايه، مش لازم زواج، يعني ممكن اي واحد براه يشوف واحده ويقعد معاها وما قبل الزواج، وما حصلش زواج اصلا، وممكن في الحركه دي يتعامل مع 7 اخوات، يشوف واحده ويسيبها، ويشوف واحده ويسيبها، وخلاص، ويطلع عيال في الشوارع. الله مش عامل الجواز عشان الطريقه دي. ده الشخص اللي بيعمل كده لا يتغير، بدليل انه غير 7 مرات، بدليل ان اولاده بقوا من مجرمين ورؤساء العصابات وفي السجون. فالله عامل الزواج بالطريقه دي، بيئه حاضنه. عشان كده لما بتيجي واحد مخهم يفوت شويه من غير ما تزعلوا، ويقول انا عايز اسيب البيت، انا عايز اسيب العيال، بصوا على الاولاد، مفيش بيئه حاضنه، ده بالعكس، دي بيئه آكلة. ربما الولاد دول ينتهي حياتهم بسببكم. يا ريتكم ما اتجوزتوا. وعندي رأي شخصي مش بنادي بيه، في بعض الأشخاص كان يجب أن لا يتزوج، أخوات وإخوة، كان هؤلاء الأشخاص لو إحنا عندنا نوع من التقنين جوه الكنيسة والكنيسة تقر هذا الشخص غير صالح للزواج.
وهذه الإنسانة غير صالحة للزواج، بدليل يتجوزوا. فبقول الزواج مكان للتطوير وبيئة حاضنة للأولاد. الزواج أيضا لتسديد الاحتياجات النفسية. أنا قاعد لوحدي بعرف أتعزى يعني، لكن في ما واحد يقعد لوحده عايز يتكلم مع حد، عايز حد ياخد معاه ويدي. يعني ممكن أب كان حتى يبقى مضغوط في الكنيسة وبعدين يروح عايز حد يتكلم معاه. فالزواج ده مكان لتسديد العواطف والاحتياجات النفسية، وحد ياخد. يعني ربنا يديكوا الصحة، أما واحدة بتبقى أرملة أو أرمل وقاعد لوحده، قد إيه كمية الاكتئاب والحزن اللي موجودين. فالله عامل الزواج ده عشان أنا عندي احتياجات عايز أسددها، والله قنن هذا الأمر عشان أنا وهو رايح جاي عندنا احتياجات. مرة واحدة كانت بتشكي جوزها، فقلت لها ايه، نصلي ربنا ياخده. فبصت كده قالت لي لا انت بتقول كده؟ طب اقول لك عشان اريحك منه، ما انت جايه تشتكي منه. قالت لي لا ده كفايه بس صوته في البيت. يبقى قلت لها انت جايه تدلعي بقى. احتياج حتى لصوته، صوته في البيت. ربنا يدي الصحه للجميع. اما الراجل يعني مراته بتسافر او الراجل يعني راح السماء، بيبقوا في عوز الله يعني بصعوبة شديدة بنعرف نخدم الحالات دي. فالله حاطط الجواز ده أكبر مشروع الله عامله للإنسان، لفائدة الإنسان لأجل تسديد عواطفه ومشاعره. عشان كده ساعات الواحد بقى اللي مش متسدد عواطفه ومشاعره صحيح، عارفين بيعمل ايه؟ بيروح لكل الأماكن ويمد إيده ويشحت عواطف ومشاعر، حتى في الكنيسة مع الخدام. يا ستي ما انت عندك بيت، اهتم بالبيت، طلعي مشاعرك جوه البيت. ما احنا مش عايزين مشاعر حتى كرجال دين، مش عايزين حد يبادلنا عواطف ولا مشاعر، دي مش بتاعتنا احنا، دي بتاعت البيت. فالبيت هو البيئة اللي أنا أقدر فيها يسدد عوزي النفسي أو العاطفي. عشان كده ربنا عامل الجواز وما أعظمه، لدرجة أنه آدم لما شاف حواء قعد يتغنى وكتب الأغنية اللي انتوا عارفينها، الآن هي عظم من عظمي ولحم من لحمي، دي حتة مني، عمال يتغنى بيها لأن لقى حد لحم ودم زيه، مش هوى. بقول كلام حلو عن الجواز صح؟ مش باين انكم مبسوطين، مش مهم هكمل برضه يعني. ما هو احتياج العصر من وجهة نظري من المشاكل بس معها اللي بيسموه كواليتي تايم، وقت يكون في نوع من الاهتمام. كلنا بمرات كشريك الحياة بنقعد مع بعض، بس ده مش كواليتي تايم، ده ما هواش الوقت اللي انا فيه بتبادل مع بعض. نفسي ومنى عيني، نفسي يعني عندي رغبة ان انا اجيب الناس المتجوزين بقالهم 10 سنين 15 20 سنة ويخرجوا مع بعض كمخطوبين. بينفع؟ ما ينفعش صح؟ ليه ما ينفعش؟ هتروحوا تقعدوا ساكتين صح؟ طول ما تنفعش. نفسي ومنى عيني مشروع جميل يا ابونا ابراهيم لو اتعمل في الكنيسة القبطية ولا مشكلة هتجيلك. عندنا احصائية موجودة ان نسبة فتح الملفات للناس اللي بعد 10 سنين، مش اول 2 3، بقى اكبر نسبة بعد 10 سنين جواز. فنفسي ان يعني بص على شريك الحياة انه هو خطيبك هي خطيبتك، ما رأيك؟ لو ده حصل ده اعظم زواج. يعني ايه خطيبتك؟ مش مقصود بيه علاقة جسدية، ده من حقك العلاقة الجسدية، لكن بقول كعواطف. تفتكر ان في يوم من الايام انتوا خرجتوا في المكان الفلاني واتفسحتوا وكلتوا جيلاتي من عزة وما اعرفش ولا من فين، ها؟
ورحت وفسحتها. طب ما بتعملش كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ محتاج انك من فضلك ممكن تروح تقول لمراتك النهارده انبا بافلي بيقول لي انا جاي اخطبك بس من غير شبكه. نعم؟ ادقصيني. ممكن تروح تقول لمراتك تقول لها انا عايز اخطبك بجد، نبقى مخطوبين ونبعت لبعض رسائل. يا سلام، اعظم مشروع، يبقى انا صاحب المشروع ده في الكنيسه ولا مشكله هتجيلنا تاني. بس للاسف كاني بقول بضارب الهواء. خليني اكلم عن مشكله انا رصدها. ايه المشكله دي؟ مشكله الكلام، ان مفيش كلام، بطلنا نتكلم. عشان كده بقول نخرج مع بعض، وسميتها انا احتياج العصر. انا محتاج ان انا اتكلم. الراجل طبعا نفسي الراجل يعمل المعجزه في لسانه. انا بتكلم كلام عملي. ايه المعجزه في لسانك؟ انت تجاهد من اجل ان تتكلم. شايف بقول لك كده، دي معجزه من المعجزات. يا رب يفتح بقك. صلوا انه يعني شريك الحياه يتفتح بقه، لانها مشكله شائكه، مش عايز يتكلم. وعارفين الفرق بين الراجل مشاكله جوه نفسه وفي كهفه ومغارته، لا يريد ان يخرج من مغارته، عايز يدخل المغاره ومحدش يكلمه. نفسي دي معركه الحياه انا مسميها، انك تتكلم. تعرف تتكلم؟ طب اقول حاجه بس الرجاله ما يزعلوش مني، انت بتتكلم كويس قوي على القهوه، في الكافيه، مع اصحابك في الشغل، لكن غالبا مع شريك الحياه مش عارف تتكلم. فانا بقول بطلب من الله معجزه ان الرجاله زي المسيح قابل الراجل اللي بقه مقفول اصم اعقد، قال له افس اي انفتح، فانفتح وصار يتكلم مستقيما. نفسي النهارده دي معجزه عصر، لو الرجاله عرفوا يتكلموا يا سلام. قول يا رب افتح لساني وخليني اتواصل مع شريك الحياه، لانه القدره عندك من جهه الكلام. القدره عندك ولا مش عندك؟ اصل لو انت خطبت وانت واكل سد الحنك كان ايه؟ الخطوبه والجواز ما تموش. لكن اتكلمت يبقى عندك القدره. الله يفتح لسانك، انت محتاج تتكلم. اللي عايز الطلبه دي يرفع ايده، يعني يصلي من اجل الطلبه دي. ولا راجل يا ابونا ابراهيم رفع ايده، ولا راجل. بتقول لي المشاكل جايه منين؟ يا احبه اتعودوا تتواصلوا مع الناس بتوعكم، اتكلموا مع بعض. شوف وقت كده حلو جميل اتكلم، وانتوا بتاكلوا، وانتوا جايين مع بعض الكنيسه، وانتوا بتخرجوا في زياره، اتكلموا واعرض. عارفين طبعا الرجاله بيموتوا قبل الستات، مش عشان السن الكبير، دي دراسة بيقولوا بنسبة 7% أكتر شوية عن الأخوات. بسبب إيه؟ أهو بقى بحذرك، بتموت بدري ليه؟ بسبب إنك مش بتتكلم. صدقني. طب اتكلم كده. هي ليه بتعيش أكتر؟ عشان بتتكلم. بقول احتياج العصر يا احبه ان احنا نتكلم. بوصي الرجاله اتكلم من فضلك، صدقني اتكلم. بلاش تنحصر جوه نفسك وتبقى في مغارتك وكهفك واغلقت على نفسك وتقول هو انا عندي مشكله. طب اتكلم. يقول عنها في سفر ايوب قلت اتكلم فافرج عن نفسي. انا محتاج ان انا اتكلم عشان لما اتكلم انا هبقى مبسوط. انتوا عارفين الاخوات عندهم سعاده في الكلام ليه؟ عشان لما بتتكلم طاقة بتخرج منها بتبقى مبسوطة. الراجل مش بيعمل كده، عشان كده اعذريه. الأخت بتعلم الأطفال الكلام، انت علمي جوزك الكلام. ارجعي تاني وعلميه الكلام، انت ابتدي الكلام. تقول له الله القميص اللي انت لابسه جميل،
يقولك بجد. طب هو كلمة بجد دي حلوة يعني. فايدة الكلام، أنا كل ده بعالج مشاكل، هوصل للموضوع اللي أبونا اللي جاي عشان. لما بنتكلم يا أحبة مع بعض بحس إن أنا مقبول وأنا مقبولة. تخيلوا لما نقعد إحنا الاتنين، واحد ومراته قاعدين مع بعض مش بيتكلموا، بيبقى فيك إحساس بالرفض، إنه شريك الحياة رافضني، مش عايزني، مش عايز يتواصل معايا، بيشوفني حتى إن صبح يعني. عشان كده لو أنا اتكلمت أنا بكلم الرجالة، بأعلن إن شريك الحياة مقبول وغالي ومحبوب. عشان كده أنا بقدره بالكلام، بقول ده صراع الحياة مع الرجالة، ده أصعب حاجة. أنا بطلب منك على فكرة كأنك ستحدث لك معجزة وجهاد، تجاهد من أجل إنك تتكلم. النقطة الثانية إنك تحس وإنت بتتكلم إنك في أمان وستر. هو ده الشخص الوحيد اللي يعرف يستر عليا. ما أنا لو اتكلمت مع حد تاني مش يستر عليا. وليه إحنا بنختار ساعات آباء الاعتراف نقول لهم أنا عايز أقول لك حاجة، من عندي حاجة مضايقاني عايز، بس لو إنه في حد من شريك الحياة بتكلم معاه فهو الوحيد اللي عنده أمان. أنا حاسة إن أنا في أمان، أمان وستر. كمان الكلام، لو أنا اتكلمت مع شريك الحياة بحس إن أنا ممكن أراجع أفكاري، جايز أنا بفكر غلط. هقول لك حاجة، اللي منكم جرب كده في سن صغير، في قدامي سن كبير، لكن لو أنت سنك صغير وبعدين اتكلمت في مشكلة في الشغل، بكلم الرجالة وبعدين طرحت الفكرة لمراتك واتكلمت معاها وفتحت فمك، الله مرات يهبها حكمة تقول لك تعمل ايه في الشغل. وياما مشاكل اتحلت بسبب ان شريك الحياة اتواصل معاك وحصل نوع من حل مشاكل. يا كأن الكلام مهم. انا مش جاي عشان كل اللي انا قلته، انا جاي عشان موضوع تاني خالص خالص، وسميته يعني لماذا، زي ما ابونا طلب مني. ايه الحالات اللي حاصله في البيئه المسيحيه والبيوت المسيحيه؟ لماذا؟ ليه واحده تهرب من البيت؟ ليه واحد يسيب عياله ويسيبهم لاجل موضوع معين؟ ليه؟ لماذا؟ خليني انا برضو من المشاكل اللي انا بسمعها بقول لكم كلام على ارض الواقع، مش طيران في حته لكن ارض الواقع. اول مشكله بتقابل الاسره المسيحيه المشكله الماديه، المال. والمال يا احبه مرات واحده يبقى عندها احتياجات كثيره ماديه والراجل مش قادر فبتخنق. الراجل قدام التزامات البيت والحياحات البيت من جهة المادية مرات يجيله خنقة، مش عايز يتعامل مع حد، مش عايز يكلم حد، ويصل إلى الغضب والعنف الأسري بسبب المادة. المال لو الأخوات ركزوا معايا طبعا بيفرق جدا، أنا بكلمكم على أرض الواقع، بيفرق جدا الفلوس مع الأخوات، صح ولا ما يفرقش؟ بيفرق. و70% من مشاكل الناس مرات مشاكل مالية. عشان كده أنا النهاردة حابب أحل المشكلة دي. أولا لما يبقى عندنا مشكلة مالية بالترشيد، ترشيد الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك مع الأخوات ده شاطرين جدا لو فهموا اللي أنا بقوله ده. ممكن تصرفي في البيت على كل البيت رقم معين كبير، وممكن نفس البيت بشوية ترشيد تاخدي ربعه بس بالترشيد. أديكم مثال، جبتي أكل بفلوس، طب الأكل زاد نعمل فيه إيه؟ نرميه، صح؟ لا ما نرموش، ما دي مشكلة مادية. أعمل إيه؟ فن التدوير، صح؟ التدوير. وسألوني أنا ممكن أقول لكم تدوير كل الأكل، أي نوع أكل، وأعمل لكم اختراعات ما حصلتش. الرهبان بيعرفوا أكتر من الأخوات.
يعني أكلة معينة زادت منها أكل، إياك ترميها، أنت عايزة شوية ترشيد وتدوير، وإزاي تعملي نوع من تزيين الأكل بشوية حاجات كده، وتحس إن أولادك كل ده بسبب إيه؟ بسبب إن أنا عندي ضيق مادي، فأنا أعمل إيه؟ أرشد الاستهلاك وأحل المشكلة. لكن ساعات كتير قوي تيجي لأبونا أصل ما بيصرفش على البيت، أصل ما بيديناش احتياجاتنا. افهمي الأمر. جزء كبير من مشاكل الانفصال والبعد والهربان، جزء منه كبير هو الفلوس. دي محتاجة شوية ترشيد. كمان محتاجة شوية تنازل عن بعض حاجات. يعني ايه تنازل عن بعض حاجات؟ يعني حضرتك لو رحت السوبر ماركت كبير كده تشتري كام صنف؟ عارف لو سبت الاخوات في السوبر ماركت تعمل ايه؟ ها؟ تجيب 90 صنف، 5 أنواع صابون، 5 أنواع شامبو، 5 أنواع مش عارف شوكولاتة، 5 أنواع مش، يا ستي نوع واحد، وبعدين نبقى نجيب تاني ونستغل الفرصة ان احنا يبقى في وقت فيه تخفيض نروح نشتري. حتى الأغنياء. اديكم مثال، انا اعرف واحد ملياردير وبيتصل بيا عشان بيتخانق في التليفون معايا، بعد بيقول لي ايه؟ السايس عايز مني 20 جنيه. قلت له يا اخي طب ما تدي له 20 جنيه، ايه المشكله يعني تدي السايس 20 جنيه؟ هو عايز يدي له 10 جنيه. قلت صحيح، ما يهونش غير على فأي حد غني، اوعوا تصدقوا الأغنياء، أي حد غني سبق ورشد استهلاك ومصاريفه بحساب. ده مرات يقول لك أنا عازمك المرة دي، المرة الجاية أنت تعزمني. تعلموا إنه في حاجات تتنازلوا عنها. مش لازم نعمل كذا، مش لازم نروح كذا، مش لازم نشتري كذا. أما نرشد الاستهلاك هيحصل الآتي، هيحصل إن أنا هوفر فلوس، وتوفير الفلوس تعمل سلام مع شريك الحياة. طبعا ما حدش بياخد كلامي ده بنوع من الاعتبار والتقدير، وتحصل المشاكل. تقول هو يجب عليه يجيب، طب ما هو معهوش. يجب عليه يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة، ما فيش شغلانة واثنين وثلاثة. أصعب حاجة عند الأخوات المقارنات. نفسي تشيلي من بقك الكلمة دي، تشيليها من بقك، من مفردات لغتك تشيليها من بقك. أنا بتكلم كلام عملي. قريبتنا جابت وعملت، جارتنا راحت وجت، بنت مش عارف ايه عندها ايه وسوت ايه. من فضلكم ما يثير الرجل المقارنات. احنا نشكر ربنا ما عندناش حاجة، عينينا مليانة. نفسي النهاردة تقولي كده بنفسك، أنا عينيا مليانة مش عايزة حاجة. طول ما عينيك مليانة بربنا الأول، والنقطة التانية مش محتاجة حاجة، نشكر ربنا. كل الحاجة عندنا، احنا مش عندنا ولا نوع من الاحتياج. أما قال الرسول في زمن الغلاء، وده كان عند الرسول بولس في الوقت ده، لما قال إنه في الكنيسة بتاعت أورشليم عندها احتياج، فراح للكنيسة بتاع سالونيكا قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعة إذا كان لنا قوت وكسوة نعمل ايه؟ نكتفي بهما، كفاية قوت، ناكل ونلبس بس. إذا كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. أما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء بيضربوا نفسهم بأمراض قال عنها كتاب مقدس. فضلك ما تقارنيش حد بنفسك، انت أغنى وأغلى وأحسن. وكل اللي انت شايفاه، ما رأيك في الممثلات؟ ما رأيك في المشهورات؟ وبيروحي حياتهم الداخلية، انت بس شايفة المناظر بتاعة الميديا وبتقارن نفسك بيها، وانت الخسرانة. نفسي النهاردة من قلبي بقول لكم، تقول انا مش بقارن نفسي بحد. ولو قارنت نفسك بحد بتقللي قيمتك، تقللي قيمتك. ومن قلبي بقول لكم
كل واحدة منكم لو حست ان عينيها مليانة بربنا محدش قدها، حتى لو ما عندهاش حاجة، حتى لو عندها عوز، عينيها مليانة بربنا وربنا قادر يسدد احتياجاتها. يقول يملأ إلهي كل احتياجاتكم حسب غناه في المجد. انت تعرفي واحد غني جدا ملك الملوك ورب الأرباب، لكن مقارنة مع الناس مش مفيدة، بالعكس بتخسر البيت. لدرجة انه كلام يضايق بعضكم يعني. عندنا نسبة عنوسة في اسكندرية، فهموا بقوله ده، نسبة عنوسة في اسكندرية وسببها الآباء والأمهات. عيال زي الفل، ولد زي الفل وبنت زي الفل، وانتوا السبب في تعطيل الجوازة، والبنت تقعد جنبك وسنها يكبر بسببك عشان المقارنات. وانا مسؤولية عليا كأسف ان اجوز الناس. مقارنات بس. شاب كويس زي الفل بس في بداية حياته. يعني ايه في بداية حياته؟ يعني واحدة حكيمة قالت زمان، قالت ايه؟ قالت لما نجيب حاجة مش دي نهاية الحاجة، دي أول حاجة. لما نجيب حاجة دي اسمها ايه؟ أول حاجة. ساعات يبقى عايزين ايه؟ آخر حاجة. لا، احنا هنجيب أول حاجة، هنجيب تاني حاجة وتالت حاجة. أرجوكوا جوزوا البنات. وعملت مبادرة ومش عاجبة الناس. عارفين المبادرة؟ كلكم شفتوا المبادرة، ولا حد عاجبه، بالذات الأخوات. أنا بنتي ده أنا عايزة مش 110 جرام دهب. طب خليكي مع الدهب. والذهب إيه؟ ذهب. والذهب ذهب. مقارنات يا أحبة تخلي الناس عندهم مشاجرات وخناقات وصوتنا عالي بالليل وبالنهار. النقطة الثانية، لماذا؟ الإدمانات. للأسف بلادنا ابتليت بالإدمان. احنا بس في اسكندرية عندنا 7 بيوت للولاد وبيت للبنات، وبشرف عليهم أنا. 7 بيوت للولاد وبيت للبنات، ودي أول مرة في تاريخ اسكندرية بنعالج بنات من الإدمان. وكأننا في خطر شديد جدا لو ما حطيناش عينينا في راسنا وبنشاور على الصح والغلط حتى لأطفالنا، لدرجة ان بنعمل توعية للعيال بتوع اعدادي دلوقتي ان ما حدش يقرب من الإدمان والشرب والمخدرات، لأنها ابتليت البلاد في كل مكان. ده لدرجة ان انا رايح افتقد مرة مكان في كنيسة من الكنايس، واحد وقفني وبيقول لي يا أستاذ عايز ولا عايز؟ في خطر شديد. وده مخلي مرات الناس منساقة ناحية هدم الأسرة بسبب الإدمانات. إدمان مخدرات، إدمان إباحية، إدمان علاقات، ودي موجودة على أرض الواقع، مش بقول كلام بعيد. إيه؟ الميديا، إدمان الميديا، وفي العلاقات بتوصل للعلاقات، إدمان علاقات. يعني ممكن واحدة تمسك التليفون ما تسيبوش، أرجو ربنا يزهقكم منه. في واحدة من الأخوات كنت بخدمها زمان، فما تيجي تتكلم معايا عارفان إن أنا بختصر في الكلام عشان مش تليفون واحد. بتقولي أنا هكلمك دقيقة واحدة بس. ساعات عمرنا بيروح في الكلام، وباللي بنقوله النهاردة بنقوله بكرة نفس الكلام. إدمانات علاقات كتيرة جدا جدا، لدرجة إنه الراجل مرة يبقى قاعدين مع بعض بتلاقي ناس ماسكة الموبايل وعلى علاقات، مش عايز أدخل في حاجات صعبة، وعلى علاقات. إدمان العلاقات، إدمان المخدرات، إدمان الإباحية سبب إنه الناس يتاخدوا بره البيت. نفسنا يحصل نوع من الاستيقاظ للأسرة. تخلي بالك الكتاب بيقول كده،
بيقول للأم يقول للأب أن الأم تراقب طرق أهل بيتها، تاخد بالها من ولادها وبناتها. انت بتعملي ايه؟ انت ريحتك كده ليه؟ وفي الصغر يا أحبة لو خوفنا الناس، وده اللي مطلوب من الكنيسة، ان في اعدادي وثانوي الابهات يخوفوا في الكنيسة الولاد والبنات من الادمانات. بتشوف البنت بتجيلنا بنت في العلاج للبنات شبه انسانة، حطام انسانة، فتروح مكان يدوها مخدرات وفي الاخر يحصل انها تهرب وتسيب. لماذا؟ جزء منه ادمانات وعدم وعي مننا، وكأننا عندنا بساطة فيها نوع من السذاجة اللي توصل ان انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، مش قاري الواقع. فعشان كده الناس بتهرب من البيت ومن غيره. ادمانات علاجها ايه؟ علاجها التوعية والخوف، وتبص على منظر حد. يعني يصعبوا عليكم لما كان في ولد بخدمه زمان، وبعدين دخل لي، يعني عرفته بس شكله غريب. يعني الفرق اللي ما شفتوش من سنة، بس الفرق العمر اللي أنا شفته 20 سنة بلس، زيادة 20 سنة. شاب وماشي كده، كان بياخد ترامادول. الترامادول بيضرب في الجوينتس بتاعت الأعصاب، فجسمه ايه ده يا ابني؟ ومرات يعملوا كده مع الأخوات في شغل في غيره، وتقول للبنات انت تشربي ايه وما تشربيش. وخلي بالك بيحصل يا أحبة حتى في الدروس، بحذركم حتى في الدروس. الإدمانات يا أحبة أمر خطير جدا جدا، وده بتصل بينا بقول إلى كسر وهدم للبيت. كمان الأمثلة السيئة بقول للرجالة، كتاب مقدس بيقول لنا على لسان بولس الرسول، هو ما كانش متجوز، يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا، في رسالة كولوسي، قساة عليهن، لا تكونوا قساة عليهن. وخلي بالك دلوقتي أي راجل هيمد ايده على واحدة الكاميرات موجودة والسجن في استعداد لاستقبال اي حد. شفت الراجل اللي على طول جابوه وطلع تبعنا. خلي بالك، بلاش تقول اصل ابويا كان بيضرب امي. ده مع نفسك انت مع نفسك. خلاص انتهى هذا العصر، والموروث ده انتهى من الحياة. اي حد هيمد ايده على واحدة بالقانون هيتسجن. طبعا بقول مصلحتكم صح، انتم مبسوطين، بس اي واحدة هتنرفز واحد الله يحاسبها. فبلاش ان انا اوصل بالشخص وانا عارفة. اكتر واحدة عارفة نقط ضعف زوجها انت مش محتاجة معلم، انت عارفة هو بيوصل لغاية فين في الكلام، فمرات بتكملي في الكلام. ارجوكي تعلمي ان في كلمات بتقع منك واتمحت من لسانك، كلام مش عاجبكم بس انا ناوي عليكم. امثلة سيئة وموروثات للأسف. صدقوني بقى، يعني بتيجي اخت تقعد تتكلم معايا تقول لي ده ممتاز ده حلو مش عارف ايه، بس ضربني. اقول لها طب سامحيه، تقول لي لا. طب يا ستي يجي يعتذر لك وبوس راسك، تقول لي لا، ما دام ضربني انا مش عايز اكمل معاه. خلي بالك من ايدك، محدش يمد ايده على مراته. لا تكونوا قساة عليهن، لان بيحصل كده، بيجي الشيطان مع شوية ناس يقول لها ازاي يمد ايده، ده مجرم اثيم، تعالنا تعالالي. امثلة وموروثات سيئة للأسف
انتشرت موجودة، وفي العصر ده في القرن 21 بتلاقي الراجل بيعمل كده مع علمه الشديد ان الضرب غلط. طب افرض انا متنرفز، ما الراجل بيتنرفز على فكرة، بيبقى عايز يمسك مراته ويضربها في الحيط. اول ما يجي لك الشعور ان عايز تضربها في الحيط، اخرج من البيت احسن لك. صح؟ جوزك موجود هنا؟ طيب، اول ما يجي لك المشاعر دي، الكتاب قال كده ان الجواب اللين يصرف الغضب. طب مش عارف تقول جواب لين، خلاص ابعد. يقول الصديق يرى الشر فيتوارى، بيبعد عن الشر، ما بيتحطش قدامه. لماذا؟ لان في موروثات سيئة موجودة. اختم. لماذا؟ لان العلاقة اللي مع ربنا علاقة هاشة ضعيفة، علاقة الطابور. عارفين الطابور؟ يعني الناس واقفين طابور طويل، بقول لها يا ست انت واقفه بايه؟ قالت لي لقيت طابور، رحت وقفت في الطابور. طب بيعملوا ايه في الطابور ده؟ قالت لي مش عارفه. ساعات بنروح لربنا في الطابور، انا مش شايف حاجه، بس الناس بيعملوا وانا بعمل. الناس بتصلي يصلي، الناس بتصوم نصوم، لكنها مش علاقه. يقينا اي واحده منكم، اي حد من حضراتكم لعلاقة بربنا مختلف تماما. عندما تحدث حتى المشاكل في البيت، هو بيهندلها بطريقة تانية خالص مختلفة. الشخص اللي بيعرف ربنا عنده طريقة للحلول مختلفة. مش ممكن أبدا أن أولاد الله بيشبهوا أولاد الناس في هذا الأمر. عشان بقول أن العلاقة دي مهمة، أن أنا ليا رب كبير، ليا شخص أنا برجع له، ليا مرجع، ليا واحد برجع له، ليا واحد بشتكي له. مرة واحدة كانت بتشتكي من جوزها، مش عارف حكيت لكم الموضوع ده لا، بس هحكيه تاني يعني. وكانت في شرم الشيخ، فبتقول لي ده جوزي كل يوم يشتمني ويزعق لي، يقول لي انت مش زي الروسيات اللي عينيها مش عارف ايه وشعرها ايه. والبنت يعني مستحمله وتيجي تشتكي لي، وانا مش عايز احرجه واقول له مراتك بتقول. ما اعرفش بقى انت هتزعوها ولا لا، بس يعني هقولها وخلاص. فالمهم قلت لها بقول لك ايه، انت مين الكبير بتاعك؟ قالت لي انت علمتني انه في كبير قوي. قلت لها كبير قوي مين؟ قالت لي ربنا. قلت لها ادخلي اوضتك بعد ما يزعق لك ويشتمك، ادخلي اشتكي، قدمي الشكوى. يقول الكتاب في سفر ايوب ان كنت لست تراه فالدعوه قدامه. يعني تقول انا مش شايف ربنا بس قدمت له دعوه. ان قلت لست تراه فالدعوه قدامه. فراحت قالت اشتكت بقى. انتوا عارفين الستات لما يشتكوا، قعدت ساعتين تشتكي. الراجل جيلها متكسر، جاي يقول لها متاسف ما تزعليش مني، ربنا وصل لي رساله. قالت له رساله ايه؟ عشان انا بزعلك. قالت له لا انا مش زعلانه ولا حاجه. ما رضيتش تقول له ان انا اما تبقى العلاقه بيننا وبين ربنا علاقه حقيقيه، بيبقى لينا كبير. بسأل واحدة بقول لها مين الكبير بتاعها؟ تقول لي انا ماليش كبير ولا قسيس ولا غيره ولا. اقول لها شيل الشيله، شيليها لو تعرفي تشيليها. لينا كبير. لو العلاقه دي حقيقيه البيت بيستقيم. انا بشكركم جدا، متاسف ان اذا كان كلام ضايق بعضكم، بس يعني اهو. ولربنا المجد في كنيستي امين. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك.
لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع صحابك عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا ان احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget subscribe and active the notification ring.